عبالي أكلة حلو طيبة وكتير سهلة. يلا يا غزل، رح أعملك أطيب أكلة حلو سريعة وسهلة. هي البانكيك. أطيب من هيك ما في، وتحضيرها كتير سريع وسهل بدقايق يا غزل. يلا يا غزل نفوت على المطبخ لحتى نحضرها بسرعة. وهلأ يا غزل عنا بيضة وحدة، وعنا معلقة صغيرة من الفانيليا، بنخلطهم كتير منيح مع بعضن. وعنا 3 معالق من السكر بهيدي المعلقة عم فرجيك هون عليها يا غزل. وهلأ عنا معلقتين من الزيت بنفس المعلقة كمان، بنخلطهم كلهم مع بعض بهيدي الطريقة. وهلأ عنا كوب من الحليب يا غزل، مثل ما عم بتشوفي رشة صغيرة من الملح، بنخلطهم كلهم مع بعضهم. وعنا كوب من الطحين يا غزل، وعنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبضلني اخلطهم لحتى يدوب كل شي بقلب بعضهم الطحين، ومعش عنا يبين تكتلات الطحين. مثل ما عم بتشوفي بهيدي الطريقة يا غزل خلطناهم كلهم مع بعض لحتى صاروا بهيدا القوام. وهلا من بعد ما ريحناهم 5 دقايق عندي مقلاية يا غزل، دهنتها بس اول مرة شوي بالزيت. اكيد ما بدها تكون عم بتلزق، والنار هيك بدها تكون خفيفة يا غزل. مثل ما عم بتشوفي بلشت اعمل اول بلشت وحدة. تطلع الريحة. اكيد يا غزل شايفة، صح. شمي الريحة. وهلا هيدي تاني وحدة يا غزل، ببلش شكلهم بهيدي الطريقة، وبضلني اعملهم كلهم لحتى اخلص كل الخليط القوام اللي عندي يا غزل. هلا مثل ما عم بتشوفي عم ضلني اعملهم كلهم بهيدي الطريقة مثل ما عم بتشوفي. وهلا ضلني كلهم لحتى خلصهم يا غزل. يعني اسرع واسهل من هيك بانكيك ما في يا غزل، وبحبة بيض وحدة بمكونات موجودة بكل بيت. مثل ما عم بتشوفي يا غزل هيدي اخر وحدة عنا. شم الريحة، عم فرجيكي عليها يا غزل كيف صارت وكيف كتير منيحة العجينة. وما بتلزق ابدا، اكيد التقلية ماما ما بدها تكون صح. بتلزق. ومثل ما عم بتشوفي يا غزل منقدمها مع شوكولا نيوتيلا، مع صوص الشوكولا، مع عسل، اي صوص متوفر صوص عندكم. متوفر، او اي حدا بحب نوع شوكولا في يحط. مثل ما عم بتشوفي يا غزل هلا هون حطيت على وجه الشوكولا. وإذا عجبكن الفيديو ما تنسونا باللايك باللايك وبالشير وبالشير وبالاشتراك. وبالاشتراك. يلا يا غزال افتحي تمك لحتى طعميكي أطيب بانكيك ممكن تدوقيها يا غزل. يامي.